السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو هيكون مين هياخد الكرة الذهبية من الاخر. انا جايب لك 4 المرشحين الاقوى للبالندور من الاخر. هم فعلا المرشحين الاربعة، بس انا هقول لك من الرابع لغاية الاولاني. وهيكون معانا في المرتبة الرابعة يمين يامال، مسجل 17 هدف وخارج من نص نهائي دوري ابطال اوروبا بعد ما كانوا عاملين بصراحة موسم جامد، واخد الدوري الاسباني. فدوت بصراحه يميل يامال يستحق ان هو يكون في المرتبه الرابعه. اما في المرتبه الثالثه فهو فخر مصر وفخر العرب كله، محمد صلاح. في المرتبه الثالثه محمد صلاح ب 33 هدف، ودوت اللي مساهم محمد صلاح الاجوان اللي هو كان جايبها. 33 هدف وخارج من دوري ابطال اوروبا في دور ال 16، ما طولش من دور ال 16 وواخد الدوري الانجليزي. اللي هتقول لي طب اشمعنى محمد صلاح؟ انا هقول لك كرأيي الشخصي اشمعنى محمد صلاح فوق يميل يامال. اللي هيفرق عن محمد صلاح يميل يامال الاجوان. محمد صلاح مسجل 33 هدف، اما يميل يامال مسجل 17 هدف، فالاجوان هتفرق برضو معاه جدا. لكن يجي في المرتبة الثانية البرازيلي رافينيا، مسجل 34 جون وخارج من نص دوري ابطال اوروبا، واخد الدوري الاسباني. فرافينيا الصراحة كان عامل موسم روعة. لو كان برشلونة خدت دوري ابطال اوروبا انا كنت هقول لك رافينيا هياخدها اول واحد من غير منافسة ومن غير اي كلام. رافينيا كان خدها اول واحد. ويجي اللي ما كانش متوقع اصلا يترشح للبلندور، يجي في المرتبة الاولى الفرنسي عثمان ديمبلي في المرتبة الأولى ب33 هدف. بص بقى يا عم، نهائي دوري أبطال أوروبا لغاية دلوقتي هو في نهائي، لسه النهائي ما اتلعبش. نهائي دوري أبطال أوروبا، واخد الدوري الفرنسي ومسجل 33 جون. 33 جون. رافينيا بسابقه بهدف، لكن هنا انت بتتكلم رافينيا خرج من نص نهائي دوري أبطال أوروبا، عثمان ديمبلي في النهائي دوري ابطال اوروبا. ده اللي مساعد عثمان ان هو في النهائي الواد واخد الدوري، فالدنيا جامده معاه بصراحه. فانا بالنسبه لي بصراحه عثمان ديمبلي ما كانش متوقع ان هو يكون الاول وهو اللي ياخد البلندور، لكن الموسم اللي فات فينيسيوس ورودريجو كان حبشبكنات. انا اول مره اشوف يعني في التوب فايف عامة ما فيهمش حد من ريال مدريد. توب فايف ما فيهاش حد من ريال مدريد. فهل عثمان ديمبلي يستحق ان هو يكون في المرتبة الأولى؟ نعم، بالنسبة لي أنا نعم، لكن هو ما كانش مترشح أصلا. يعني قبل ما الموسم ده يبدأ عثمان ديمبلي ما كانش مترشح أصلا ان هو ياخد البلندور، ما كنتش في أول 10. لا دلوقتي عثمان ديمبلي الأول ان هو ياخد البلندور. فاحنا هنشوف مين اللي هيستحقها ومين في الآخر اللي هياخدها، وأدينا منتظرين. فلو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس لان ده حمسني جدا جدا جدا. وسلام يا اخويا.